أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. وحوي يا وحوي، رمضان جان وتدور الأيام ونوصل لأجمل شهر في السنة، شهر رمضان. كلنا بنستنى رمضان وقلوبنا عطشانة لشهر الخير والبركة، شهر الصيام وقيام الليل، صلاة التراويح وليلة القدر، شهر القرآن وموائد الرحمن، لمة العيلة وذكريات زمان، الفانوس والسهر والسحور، مسلسلات وفوازير وبرامج رمضان. بنستناه كتير وبيجي وبيمشي بسرعة، أيامه بتمر أسرع من أي شهر تاني، وكل سنة بنحس إن رمضان اللي فات كان أحسن، وبنشتاق لرمضان زمان، بنشتاق لرمضان لما كنا صغيرين وحياتنا كانت بسيطة، ولرمضان عادات وطقوس بنتوارثها جيل بعد جيل، في منها اللي فضل زي ما هو ومنها اللي اتغير زي حاجات كتير في حياتنا. ليلة الرؤية، رؤية الهلال والفرحة اللي بتملى كل البيوت، وسحور أول ليلة في رمضان، إحساس جميل. زينة رمضان، زمان كانت الزينة في الشوارع، وكان المسؤول عنها هم الأولاد والشباب الصغيرين، وكنا بنعمل الزينة من ورق الجرايد وكراريس المدرسة القديمة، نقصها ونلزقها بالدقيق والنشا على الحبال وتتعلق في كل بلكونة في الشارع، والمحلات والدكاكين تشترك وتعلق أنوار وفانوس كبير في كل شارع وحارة. دلوقتي الزينة بقت جاهزة وبقت جوه البيت أكتر من بره. الفانوس زمان كان بسيط وبشمعة، دلوقتي بقى بحجارة وأشكال وألوان وأحجام وأسعار مختلفة. وقت الفطار ما كانش بيبقى فيه حد في الشارع خالص، كل الناس في بيوتها بتسمع الراديو وصوت الشيخ النقشبندي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، الله، ويبدأ القرآن، وكل الناس مستنية المدفع وصوت الأذان. دلوقتي عادي، الشارع مليان بالناس، بالعكس الزحمة بتزيد أكتر وقت الفطار. ونيجي للفطار، أول ما المدفع يضرب ويرفع الأذان، الله أكبر الله أكبر، نسمي ونشرب ونحمد ربنا وندعي ونصلي المغرب، ونبدأ الفطار، بلح وعصاير وخشاف، والأكل أشكال وألوان، محشي ومكرونة وملوخية وفراخ محمرة، وبعدين صلاة العشاء والتراويح وقراءة القرآن، وبعد كده الأولاد تجري تلعب بالفوانيس، والشباب يلعبوا الدوري الرمضاني لكرة القدم في كل حي، والفرجة على التلفزيون وحلويات رمضان، كنافة وجلاش وبسبوسة، أم علي وبلح الشام والقطايف. على قد ما كان الأكل زمان بسيط وتقليدي، على قد ما كان له طعم تاني خالص. دلوقتي ما بقيناش نسمع صوت المدفع زي زمان في كل مكان، الأكل بقى حاجة تانية خالص، اختراعات وافتكاسات، ولسه برضو بناكل محشي ومكرونة وملوخية وفراخ محمرة، بس بطرق جديدة. أصل ما خبيش عليكم، طلع ان احنا قضينا عمرنا كله بنعملهم غلط. والله هما بيقولوا كده. اما الحلويات فهي كمان بقت ايه بقى؟ المدلعة، المكشكشة، المدحرجة، الزغروطة والزغلولة، المسخسخة، الهيصة والليصة والغرقانة. يانا زمان ما كانش فيه فطار برا البيت إلا لو كنا معزومين عند حد من قرايبنا أو أصحابنا أو موائد الرحمن. دلوقتي ممكن نفطر في أي مكان. ونيجي بقى للسحور والمسحراتي اللي كان صوته بيملى الشارع ويصحي الناس بأساميها للسحور. اصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. والسحور كان زبادي وفول وجبنة. دلوقتي اختفى المسحراتي،
أصل الناس ما بقتش تنام علشان حد يصحيها، والسحور بقى بره البيت عادي وله طقوس خاصة جدا. الخيام الرمضانية والفقرات الفنية، التنورة والمزمار والتواشيح الدينية، وأسعار إيه خيالية. مشتريات وتجهيزات رمضان. زمان كانت الناس بتستعد لرمضان وتنزل تشتري مستلزمات رمضان، بلح، قمر الدين، شوية مكسرات اللي أغلبهم كان بيبقى سوداني وزبيب وشوية جوز الهند. دلوقتي المكسرات بقت فستق وبندق وكاجو وعين جمل علشان محدش يقول حاجة. ده بقى غير التقاليع الجديدة واللي زادت قوي في السنين الأخيرة، تجهيزات وتفريزات رمضان. مفيش حاجة ما بيجهزوهاش، جاهزين. فاكهة بيعصروها، طماطم يضربوها ويعملوها صلصة، توم وبصل يفرموه ويفرزوه، خضار يقطعوه ويحفظوه، ورق عنب، كرنب، تتبيل فراخ، تصبيع كفتة، بط بالبرتقال، حمام أشكال وألوان، إشي بالفريك واللي بالرز وجوزة الطيب. بيفرزوا كل حاجة وبكميات رهيبة قبل رمضان بشهور، وطبعا بيصوروا كل التجهيزات والتفريزات دي وبيعرضوها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدأ السبق الرمضاني، مين جهز وفرز أكتر. والحقيقة أنا مش عارفة كل ده ليه، ده احنا المفروض صايمين وبنقلل الأكل. يقولولك علشان نوفر الوقت والتعب في رمضان واحنا صايمين، ويجي رمضان وتلاقيهم طول اليوم بيخترعوا أكلات وحلويات جديدة علشان يسلوا صيامهم ويضيعوا الوقت. وطبعا لازم يصوروا كل حاجة ويعرضوها على وسائل التواصل. طب كنا بنفرز كل الحاجات دي ليه بقى؟ يقولولك رمضان كريم. الله أكرم، بس ده مش كرم، ده تبذير. ده بقى غير عدم مراعاة ظروف الناس واللي كتير منهم مش قادر يوفر الأساسيات. بس يا ريت نراعي بعض ونبطل التظاهر، وبدل ما نتسابق في مين أشطر وجهز وفرز أكتر، نتسابق في مين ساعد الناس المحتاجة، ومن غير ما نصور ونتباهى بده قدام الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. يا ريت. حاجات كتير اتغيرت مع الزمن، وبقينا بنركز على المظهر أكتر من الجوهر حتى في رمضان. وحشنا رمضان زمان ولمة زمان، بس برضو هيفضل رمضان هو رمضان ببهجته وكرمه، شهر الخير والبركة، شهر الغفران. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسلام، ويتعاد علينا جميعا بكل خير وبركة. وما ننساش ندعي لإخواتنا بالنصر والسلام والأمان. رمضان كريم. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.